دي همسة حكاية ليكم. في اليوم التاسع من رمضان والدنيا بتهدى شوية، يمكن مش حوالينا بس، جوانا احنا الزحمة بتقل والصوت بيهدى وقلبك بيبدأ يسمع نفسه. لسه من كام يوم كنا بنستقبل رمضان بفرحة كبيرة وبنعد الأيام وبنقول الشهر لسه طويل، وفجأة الأيام جريت وعدى أسبوع وبقينا في اليوم التاسع، وتحس إن الوقت بيجري بطريقة غريبة، كأنه بيقولنا خلوا بالكم من اللحظات ما تسيبوهاش تعدي. رمضان مش مجرد شهر، مش أكل وفطار وسحور وبس، رمضان حالة، إحساس، طبطبة على القلب. هو الفترة الوحيدة اللي في السنة اللي كل حاجة فيها بتبقى أهدى، الشوارع أهدى والناس أهدى حتى الكلام أهدى، كأن الدنيا كلها بتاخد نفس عميق وتقول استنوا شوية، استنوا وافتكروا احنا بنجري ليه طول السنة. بنصحى بدري ونجري على الشغل، على الدراسة، على المسؤوليات، على الطلبات اللي مش بتخلص، وننسى أهم حاجة نفسنا، ننسى قلبنا، وأهم حاجة نقعد مع ربنا لحظة هدوء من غير أي استعجال. ورمضان بيجي كل سنة عشان يفكرنا إن الحياة مش سباق، وإن الراحة مش في الحاجات الكتيرة، الراحة في قلب هادي، في سجدة صادقة، في دعوة طالعة من جوه بجد، في دمعة خفيفة محدش شايفها غير ربنا، في طفل مستني الأذان بفرحة عشان يشرب مية ساعة الأذان، في أم واقفة في المطبخ بتحضر الأكل في حب عشان تجمع عيلتها حوالين السفرة، في عيلة كلها قاعدة مع بعض، يمكن دي اللحظة الوحيدة اللي بيتجمعوا فيها طول اليوم، في نور فانوس في ايد طفل، في ضحكة بعد التراويح، في سلام غريب مالي الجو. رمضان بيجمع كل سنة، الصغير قبل الكبير والغني قبل الفقير، والكل بيصوم والكل بيعطش، الكل بيستني الأذان بنفس الشوق عشان نحس ببعض، وعشان نفتكر ان احنا شبه بعض اكتر ما احنا فاكرين، عشان كلنا بنتعب وبنغلط وبندور على روحة، وكلنا محتاجين ربنا مش اي حد تاني. واجمل حاجة في رمضان ان هو بيدينا فرصة نبدأ من جديد، من غير ضغط ولا من غير لوم، من غير حسابات كتير، وصفحة جديدة. لو فاتك يوم يبقى لسه في يوم تاني، ولو قصرت تقدر تعوض، ولو انشغلت تقدر ترجع، الباب مفتوح دايما عند ربنا. والحلو ان ابسط الحاجات ليها قيمة كبيرة، كلمة طيبة ممكن تغير يوم حد، ودعوة صادقة ممكن تغير حياة كاملة، صدقة بسيطة ممكن تكون سبب في فرج كبير، ركعتين في هدوء ممكن يطمنوا قلبك أكتر من أي حاجة تانية. رمضان بيعلمنا نهدى ونقلل دوشة الدنيا ونقلل المقارنات ونقلل التفكير الزيادة، ونرجع لنفسنا تاني، نسأل قلبنا ايه اللي محتاجه فعلا. يمكن مش محتاج غير طمأنينة بس، غير قرب من ربنا أو لحظة صدق. تخيل كده قبل الفطور بدقايق والكل ساكت والسماء لونها جميل، والدعوات الصادقة طالعة من كل بيوت في نفس الوقت، وفي كل لحظة كل واحد بيطلب حاجة من قلبه من ربنا، وربنا سامع الكل مش ناسي حد، مفيش دعوة صغيرة عليه ولا قلب بعيد عنه. وفي السجدة بتحس انك خفيف، كأنك حاطط الدنيا كلها على الأرض وحد غيرك شايلها عنك، الإحساس ده لوحده نعمة. وعشان كده رمضان بيعدي بسرعة، يمكن عشان اللحظات الحلوة دايما بتجري، بس المهم مش المدة، المهم الأثر. خرجت من رمضان بإيه؟ قلب أهدى، روح أنضف، قرب أكتر من ربنا. حتى خطوة واحدة كفاية. رمضان مش عايز منك كمال، مش عايزك تبقى مثالي، هو عايزك بس تحاول، ولو تعبت ارتاح وكمل، ولو ضعفت قوم تاني، ولو نسيت افتكر من جديد. طول ما قلبك حي يبقى فيه أمل. فالنهاردة خد لحظة لنفسك كده، وابعد عن الزحمة شوية وبص للسما، وخد نفس عميق وقول بهدوء يا رب قربني ليك يا رب أكتر، ويا رب اهديني وطمن قلبي، ويا رب اجعل رمضان ده بداية خير في حياتي. يمكن الدعوة البسيطة دي تكون سبب في تغيير كبير من غير ما نحس. رمضان كريم، وربنا يجعل الأيام دي سلام ونور وبركة على كل قلب. دي كانت همسة حكاية ليكم، ولو وصلتوا لحد هنا سيبولي قلب في التعليقات، ونشوف بعض في حكاية جديدة بكرة ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. دمتم سالمين.